السلام عليكم، تبارك الله عليكم. نتمنىو تكون هاد السنة ديال 2017 السنة اللي يكون فيها بزاف ديال المستجدات وبزاف ديال الأمور اللي حنايا كننتظروها أنها تكمل وتكون مزيانة على كلش إن شاء الله يا ربي. في نفس الوقت كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى اللي كيجري في المصلحة ديال الناس الله يعاونو، واللي كيضيع المصلحة ديال الخوت والله يضيع في الصحة ديالو. هادشي اللي نقولو ويبعدو كاع منه. المهم راه هاد الايامات راه كتر بزاف عاوتاني ديال الهضره. لا لا لا، المهم غير باش نبين لكم بالضبط نبيل بودريح الحقيقه ديالو كيفاش، باش الناس اللي ما راش عارف شي حوايج، مع العلم ان كاين واحد العدد كبير عارفين الامور فيها ماشي. المهم ما فيها بس نعاودوا المساله كيفاش نبيل بودريح، ماشي حتى مؤخرا بان الفيسبوك ولا الواتساب ولا هادي عاد بدا يهضر. نبيل بودريح راه كان في التوريث في 97 و 98 وحصل على الجوائز الكبرى ديال جلالة المغفور والحسن الثاني، وكان هذاك سميتو في التوريث. والشخص اللي راه كاين تما الناس ديال اعضاء المجلس البلدي القديم في ايام ملي كان ناصري الميلود المعروف بن خلف رئيس ديال المجلس البلدي، اللي تم بالطرد ديال جميع الاعضاء من واحد الجلسه في سنه 2000 ملي كان سي تريسي الله يذكرو بخير. وراه هو اللي كان جا تما المجلس البلدي وعرف بان راه الواحد اللي كيهضر راه ماشي كيهضر مور شي حاجه ولا خايف ولا هادي. الحمد لله ما خايفينش، والنهار اللي غادي تحدد الوقت باش غادي نكون في المغرب غادي نكون تما في المغرب، والهضره اللي كنقولها غادي نزيد عليها تما في التوريث. حنا كنبغيو البلاد ديالنا وما كنبغيوش حتى شي واحد يتكر في السوا من خوتنا من العائله ديالنا من الناس اللي نعرفوهم من الاقرباء ديالنا مزيانا. كنبغيو كلشي يكونوا مزيانين كما حنا الحمد لله عايشين هنايا مزيانين. ما نرضاوش ان حنا نكونوا مزيانين وخوتنا سميتو يتكرفسوا تما. غادي نجيو نشوفوا هنا واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كيحاولوا كما كتقول له انت كتحفر له قبر با هو يهرب لك بالفاس. وهذا الشيء راه حسيت بها وقعت عايشها. نهار اللي بديت في 18 سبتمبر ديال 2014 بديت الحمد لله بوحدي، وكانت النيه ديالي صافيه وربي عاوني. بزاف ديال الناس كان كيقولوا راك غير كتضيع ديال الوقت، راه ما غادي تكون حتى شي حاجه، راه توريثيه هادي، راه اللي دعا عليها مات كذا كذا كذا. الحمد لله لهاد الساعه انا ملي كنجي نشوف حوايج راه بزاف ديال الامور ما نشوفوش غير من واحد الجهه السلبيه، راه كاين جهات ايجابيه وكاين حوايج اللي تبدلوا والناس الحمد لله ولات تعبر بحريه. وما كانش داك القمع اللي كان واقع في هذيك الايامات. الحمد لله دابا كل واحد كيعبر، ونتمنى هذا التعبير يعبروا بصراحه ما ينافقوش. من بين هاد الاشياء اللي وقعت كانت واحد المجموعه ديال الواتساب كان داخل فيها خويا اشرف السعيدي اللي كنشكرو بزاف، اللي كان هو عنده واحد الدور جد مهم في هذا الشيء اللي راه كيوقع دابا في التوريث. كان رحيه حسن حتى هو كنشكرو بزاف، حتى هو كان عنده واحد تاثير كبير. كان بودريح رشيد، كان فارسي موسى، كان كنا مدخلين حمزاوي محمد، كان بزاف ديال الناس كنا كنناقشوا في الايامات الاولى كيفاش الامور غادي تكون. شويه بشويه اكتشفنا بان واحد من هذوك الناس اللي كانوا تما منهم حمزاوي محمد. الناس اللي عارفينه كيقول لك هذا السيد راه مزيان، وهذيك غادي نقول لكم بالضبط الحوايج اللي راه كاينه وانتم تتبعوا الحوايج وغادي تعرفوا، واللي راه يكذب عليكم راه ربي غادي يفضحوا. هادشي اللي نقول. المهم كان اي حاجه كنقولوها كيوصلها لرشيد بوجنيبه، ورشيد بوجنيبه توصلها لمحمد الصغير، وملي كانوا كيتلاقاو تما وكاين التصاور مع محمد الصغير. وهذاك السيد راه هبل، راه هادي ما كان حتى شي مشكل. الا هبل الحمد لله انا كاين انا السبيطار نتعالج، راه الدواء باطل هنايا ديال الهبال. المهم قال اللي كيقول الحق راه هبيل وماشي مزيان وراه كيتعدى عليه باطله. من بعد هذيك دازت واحد المده بقى فارسي موسى قال لك هذا الاسلوب اللي حنا كنحاربوا به الفساد في التوريث راه ماشي مزيان، وكاين كانوا معترضين على الاسلوب ديال اشرف السعيدي والاسلوب ديال حسن الرحيه. قال لك هذا السيد ماشي مزيان، هذا خاص هذا الاخر. وراه الحمد لله كاينين الناس اللي معنا، وكما نساوش حتى حسن ولد سيدي علي قطاف اللي كان هو معنا ما نساوش. المهم كاع هادو راهم كلشي الحمد لله راه كاينين وراهم شاهدين على هاد الامور ان دائما هذاك. وفي نفس الوقت اكتشفت بان مثلا فارسي موسى كيعيط لرئيس المجلس البلدي بوجران يقول له سعاده الرئيس، ويبقى يتناقش معاه ويعاود له الحوايج. مع العلم حنا كنا في اشد المعركه والحرب معاه. هذا اسمه كاين بان كاينين الناس يا اما الشخصيه ديالو ضعيفه، يا اما انه كيبغي يبان مزيان مع الناس، زعما انه كيستغل هذا الشيء اللي كان واقع واللي كيوقع دابا باش انه يخلق واحد العلاقه جديده مع
مسؤولين فاسدين تما في التوريث. انا ما كنبغيش. انا حاجه وحده للناس اللي كيعرفوني مزيان، عندي وجه واحد وعندي مله وحده. راه واحد الا قلت له ما كنبغيكش وراني كنكرهك، راه ما كنعاودش نقول له راني كنبغيك ولا نضحك معاك، ولا راه نقولها له فوجو قبل ما يدير شتك فمو، نقولها له تما. بغاني يجلس معايا، ما بغانيش يمشي يبدل بلاصه اخرى. بالنسبه لمساله اخرى عاوتاني غادي نجيو نشوفوا، كنلقاو مثلا بركاني بوجمعه اللي كان واحد السيد اللي انا عزيز عليه وكيتصل معايا، ولا مجرد انني طرحت المساله ديال الفرقه ديال النهضه ديال الاخر اللي تسرقت 100 مليون ديال السنتيم اللي ما عرفوش فين مشاو. راه كاين دابا الرئيس امين هو يقد يبين لكم هاد الملابسات ولا اللعابه اللي كانت تما. السيد تقلب غيدافع على اخوه. انا كنقول لك ابو جمعه، شوف اللي كيكون مزيان كيكون مزيان في كلش. انا شخصيا كون دابا يجيو مثلا يقولوا لي خويا الصغير ولا اي واحد من خوتي انه دار شي حاجه ودار المصلحه ديال المدينه، ما نعقلش عليه. ما غاديش نوض انا سميتو نجي في الجهه ديال خويا باش هذاك سميتو نغضب الله سبحانه وتعالى. الا كانت شي حاجه واه كاينه باش ما نبقاش هذيك المساله اللي كدير ديال الخير واه مزيان، ولكن اللي كيدير الخير كيسكت، لان الناس راه كيلاحظوا عليك هاد الامور. يعني ديك الشويه ديال سميتو الكسيراسيون اللي راه عندك شويه نقصها. هذه واحد المساله. كاين واحد نقطه اخرى يعني باش نعرفوا الحوايج الحقيقه ديال هذا. كاين واحد الشخص كذلك حتى هو من الناس هذوك اللي راهم كيديروا الرويضه في الجراره بطريقه غير مباشره من التحت للتحت كما كنقولوا النار تحت البن. كاين بالقاسم ديال موريتانيا اللي الكوايه ديال البوليس كلشي راه يعرفوا، وكاين اللي ما يعرفوش. انا شخصيا يعني كلفت مجموعه ديال الناس كانوا مراقبين واحد المده طويله، لقينا بان حتى هو هذوك الناس اللي كيصديو، هذوك الناس اللي كيطلقوا الافكار في الناس، ودائما المجموع دائما كيمشي دائما فين ما كان شي حاجه داخل. راكم عارفين اسمو هي الكوايه، يعني انه بنادم كيحرقوا. وهذاك الشيء علاش كنلقاو دائما البوليس جالسين عنده، ما كيلقى مزيانهم القعده غير عنده هو. هذاك الشيء راه باين وغادي تلاحظوا دابا مننا الفوق. كاين واحد العدد كبير غادي يلاحظ وغادي يشوف، غادي يقول لك راجل مزيان ولا نتمنى نكون مزيان. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه للمساله ديال مؤخرا ديال جمع ديال التبرعات ولا كنعاونوا هاد السيده ولا لاحظت بان كاين واحد المساله يعني حنا كنكروه حتى من قبل. الميلود الناصري بن خالك حتى هو كان يفرق على عباد الله العيد وكان يعطيهم الكراطن ديال الزيت، وكان حتى هو راجل مزيان وكان كيقول الله عمرها سلعه والحاج يبوسوا له يدو ويتعرضوا لهم جهه الدار ويتعرضوا له. حنا هادشي اللي راني كنديرو انا شخصيا ولا راني السبب ان شاء الله، ونتمنى الناس يفهموا. حنا ما بغيناش الصدقه، ما بغيناش الناس يعطيونا الصدقه، ما بغيناش الناس ديال التوريث يبقاو مادين يديهم. الا كان عندكم كما كنقولوا واحد النيه ديال انكم بغيتوا تقادوا التوريث، ديروا واحد المساله. كاين الحي الصناعي فيه بزاف ديال الحوانت خاويين تما، فيها بزاف ديال الناس راهم كيبغيو يتاجروا تما، ومنهم تاع عمر السويدي. باش نجبد الاسماء مباشره، اللي بغى يكرهني راه ما كان حتى شي مشكل. الا كان راضي عليا الله سبحانه وتعالى غادي ينصرني، اما اللي يكرهني من العبد ما تخافوش عليه، غادي يجي الوقت ديالو. المهم كاين محلات تما خاويين يتجمعوا بيناتهم ويديروا واحد كما هاد الناس اللي راهم كيقول لك باغيين الخير للمدينه. علاش ما يديروش واحد الاجتماع يعني بشكل دوري مع رئيس ديال المجلس البلدي والمسؤولين والعامل وهذا، ويناقشوا مع مسائل اللي هاد الناس خصهم الناس يخدموا. الناس ديال التوريث الشباب اللي راهم جالسين تما ضايعين، يعني وكا كانوا هما فيهم الفايده وباغيين هذا الخير للبلاد، ماشي تيطيح الواحد يتقرض ولا نبقاو نجمعوا له. علاش ما نجمعولوش ملي يكون بصحته يخدم على راسو ويخدم على والديه ويحرك الرواج في التوريث؟ علاش ماشي هذوك الحوان تمشيو تما يديروهم؟ راني عارف تما يديروا تما يديروا لهم الزفت تما الكودرون في هذيك الجهه ديالهم، يصاوبوا المحلات تما. نشوفوا الشباب اللي ما عندوش نديروا واحد التبرعات، الناس ديال الخارج يعاونوه ويوقف على راسو. مي غادي نعاونوه هو، غادي نعاونوا العائله ديالو، غادي نعاونوا الجهه ديالو، غادي نعاونوا الحي ديالو. هكا غادي تكون الحوايج. هذا هو التبرع، ماشي التبرع تبقاو تجمعوا مثلا ب 10 دراهم ب 20 درهم. ومع العلم ان كاينين الناس اللي راهم كيتبرعوا بالاف وساكتين ما عمرهم ما تجبد الحس ديالهم. وراه بلا ما نزيدو ندخلوا في هاد التفاصيل، راه ماشي الواحد اللي عطى صافي هذاك هو راجل مزيان وغادي يدخل الجنه، وهذاك اللي ما عطاش راه غادي يدخل النار. راه العكس، راه الزنه راه كتضيع كلش، وراه هادشي عارفينها. يعني باش نكونوا واضحين، هادشي اللي راه واقع في التوريث، وهاد الناس اللي كيقول لك نبيل راه كيضرب في كلش، راه لقيت كلشي ضايع ونتحدى شي واحد هذاك سميتو. زياده على ذلك انا المسائل الشخصيه انا ما كندخلش فيها، ولا كما كيقولوا الاعراض ولا هذيك سميتو انا ما كندخلش فيها. حاجه اللي كتلاخر بحال مثلا غادي يقولوا لي ناديه الفاسيه،
ديال فاش هي دابا قال لك ديال الكافل اليتيم وهادي كتبان ملي كيكونوا شي مناسبات كدير التصاور مباشره، مور التصاور كتمشي تسمسر. البشير بوخريس كان يعاون على اساس باش يجيب له الاصوات، راه الاخر كلشي راه باين. كيقول لك راك بعت وشريت في الانتخابات، الحمد لله راه كلشي دابا تعرف شكون اللي كيبيع ويتشرى. انا منين عاونت انا عرفت، انا كندير انا السياسه ديالي الطريقه، انا عارف الحوايج. انا كندير كنقبض العصا في الوسط، لحقاش مثلا انا كنت عارف البشير بوخري شكون يطلع للبرلمان غادي ترون على تاوريس، غادي يولي لنا بوجران جديد. وانا عارف علاش، لان الواحد خصك دائما تجبد ودائما دير له الثقل. انا عارف شنو درت انا في البلديه قسمت كما كنقولوا الكعكه بيناتهم باش حتى واحد ما ياكل كلش ويهرب، فهمتوني. بالنسبه لتاوريت انا متاكد انا غادي تعدل، وبالسيف عليهم غادي يعدلوا هذوك الناس ديال تاوريت، وما غاديش الا ظنوا بانني واحد النهار غادي نعيا، راه ما غاديش نعيا. الحمد لله الجهد من عند الله، وما غاديش نعيا، وغادي نبقى دائما نتابع الحوايج. والمساله اللي كتمس المصلحه ديال المواطنين في تاوريت انا غادي نديرها ونشرها. اما المسائل الشخصيه راه عندي الالاف والالاف، ماشي شغل انا المسائل الشخصيه، حوايج كتوقع في كل بلاصه. ولكن اللي بغينا ان هذه المجموعه اللي كيقول لك بانهم راهم هما الناس مزيانين، ولا بالنسبه فارسي موسى، ولا بالنسبه لشي وحدين، ولا بالنسبه هذاك، راه ما كان غير انا لا فارسي موسى ولا حتى شي. انا كنقول لكم الحوايج راه ماشي هي ديك الطريقه، ماشي تبقى نجمعوا نعاونوا لهذيك الدار، نجمعوا لهذيك الدار. اعاونوا واحد شاب اللي راه باقي تما طايح في الارض، عاونوا باش يخدم هو. هذا الا بدينا هكا. بالنسبه لبشير بوخريس يدخل شركات البنات تما يدير ديال الخياطه ولا ديال هذيك يخدموا على راسهم. القريه ديال الصانع اللي جا سيدنا الله ينصرو تما وضرب واحد التماره باش يوصل تما باش يفتتح، اللي راه كنت تما عاوتاني كتبيعوا وتشريو فيها. وكان تما عزيز الاخر الدوس تا هو راه يسمسر وكلشي راه يسمسر تما. ما فهمش هاد التوريث، ما كاينش شي حاجه اللي ما بعتوش وشريتو فيها، والناس تما كتضيع. وملي توقع شي حاجه هذاك. بالنسبه لواحد القضيه اخرى باش الناس تكون على عين، ان القضيه ديال فاطمه الزهراء البنت اللي كان عندها المشكل ديال النخاع ديال الزرع ديال النخاع الشوكي، اللي كانوا داروا واحد الحمله على اساس خصها 100 مليون غادي نجمعوا لها. ولا شوف باش نكونوا صراحه، راه هاد الامور راه كتعالج بطريقه اخرى. والناس اللي دخلوا في هاد القضيه راه ناس كبارين، واتصالات يعني كانت. وكنشكر الاخ رضوان الرمضاني، يعني مول البرنامج ديال قفص الاتهام اللي دار اكثر من الجهد ديالو، والاتصالات اللي كانت مباشره مع السي الحسين الوردي، يعني بالارقام ديال التليفون ديالو الشخصي مباشره. هو يعني اللي عطانا التقدير ديالها بان غادي تكون 300 مليون ماشي 100 مليون، ماشي بقاو الناس هذاك سميتو في التالي. حنا اللي بغينا جمعوا الناس، الشباب اللي راهم جالسين تما ضايعين، الحوانت ديال الحي الصناعي يتفتحوا، الحوانت اللي راه انفصل سميتو الكوميساريه يتفتحوا، المارشي القديم يتفتح، السوق الكبير يتفتح. الناس خصها تخدم، خاص يكون الرواج. هذا هو الا غادي تعاونوا الناس. اما الا بقاو الشعارات ولا بقاو هذاك الشيء راه ما غادي ينفع حتى شي حاجه. الناس راه زايده وكتشرف تما، الناس راه ما لقاش باش تزوج، الناس ما لقات باش دير حتى شي حاجه. راه ما تبقاش. انا ضد انا سميتو نصيفط انا يا صبابط وكسوه نقطعها من هنايا، نصيفط اسيدي ماشينه ديال باش يرونوا الاخر السيمه، باش يديروا القبص، باش يصاوبوا الكابليات، ماشي باش انا نبقى انا دائما هذاك سميتو كما قال هذا المثال الصيني: لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطادها. الناس خصها تعيش، هذا الشيء اللي كنديرو. اما انا راه غادي انا محضر راني في هذا الشيء، راه ربي راه ناصرني وغادي يزيد ينصرني، ولحقاش انا عارف النيه ديالي، لان ما كنطمعنا في حتى شي واحد. وكنتمنى وكنشكر كاع الناس اللي راه كتعاون معايا بطريقه او باخرى. والناس اللي راهم تما كينافقوا الناس ديال التوريث، راه هذوك هما السبب، هذوك هما المسامر المصدين، وربي غادي يفضحكم. والحمد لله كاع الناس اللي جاو ضدي بلا ما نقول السميات ديالهم، كل واحد ربي طالو الضربه ديالو بالمفيد، غير يزيدوا وما زال عاد. لان اللي كيتعدى على شي واحد في المصلحه ديال العامه راه ربي كياخذ فيه الحق، ربي كيقتص منه وما زال. وكاينين الناس اخرين اللي راهم فرحانين غادي يجيهم الاخر، كل واحد والتور ديالو وكل واحد والعذاب ديالو ان شاء الله. وانايا الا كانت النيه ديالي انني باغي نضيع الناس ديال التوريث، ولا راني جيت دابا باش غادي نبان، ولا انا فيا يعني الغيره على البلاد ديالي، على المغرب كامل، ماشي غير على التوريث. وهنايا نتحداكم الا كنت هذاك الشيء كما كيقول لك راك تهضر تما من الاخر، راه مازال ما كما كنقولوا
جا الوقت وغادي ندخل تما وغادي نكون تما، وما عندي حتى شي مشكل انا في المغرب ونتحدى. والناس اللي كيقول لك راه زور امضاء صاحب الجلاله يمشيو عند المحكمه، يمشيو عند الشرطه القضائيه ديال التوريث، يمشيو عند المحامي الزياني يعطيهم نسخه. سيدي انا كنطلب من الزياني يعطيهم نسخه يعني من الشيء اللي وقع تما باش يعرفوا هاد الناس. راه شوف كيما بغيتو ديروا لي، كيما بغيتو زعما تغيروا الاخر، الناس الحمد لله راه متبعاني، والناس راه بعقلها ماشي الدراري الصغار. يعني الحاجه اللي سمعوها كيتيقوا على الحاجه كنقولها واخا ما كتكونش باينه في وقتها، راه كدوز المده ديالها وكتبان وكلشي كيتفضح، حتى حاجه ما كتبقى متسوسه. وهذا الشيء اللي كنقولوا راه هو اللي غادي يكون هو الصح، وبجهد الله غادي يكون ان شاء الله يا ربي. وناس ديال 44 والي راه ماشي ناس ديال عاديين، واللي راه يتعدى عليهم راه غادي يدي الشوكه منهم. هذه كونوا هانيين. زياده على ذلك انا اللي كنطلب من الناس ديال اوروبا كامله، الناس اللي جايين منحدرين من مدينه التوريث، انهم يحاولوا يفكروا يخلقوا مشاريع للمجموعه ديال الشباب اللي راه ضايعه تما. والحمد لله راه كاينين الناس اللي عندهم دبلومات وعندهم هذا وراهم يخدموا في مدن اخرين ولا راهم متكرفسين. بلادكم هي بلادكم، والمغرب ديالنا غادي نوقفوا معاه، والمغرب ديالنا. وكما قبيله راني واحد الحاجه جد نساها، يعني حتى انايا باش نقول لكم يعني الحوايج نيشان. الغيره اللي عندي على بلادي وتاورت عندي حتى المغاربه هنايا. احنا هنايا مع الاسبان مدابزين متراونين، نقلبوا على الحلول ديالهم، كنشوفوا الوضعيه ديال المغاربه المهاجرين هنايا في اسبانيا يعني ماشي في المستوى اللي خص يكون. ومع ذلك احنا يعني اللي كما كنقولوا اللي كيدير شي حاجه راه كيديرها في كل بلاصه. ماشي راني هنايا كندير باش غادي يعطيوني، راه ما كيخلصني حتى شي واحد، ما كيعطيني حتى شي واحد. كاينين مساعدات الحمد لله بزاف ديال الناس الله يجازيهم بخير، كنرقعوا بهم حوايج من هنا ومن هنا، كنعاونوا بهم حوايج في المغرب من التحت للتحت، ما نديروا لا تصاور لا حتى شي حاجه. كاينين الناس اللي كيدق عليه يقول له بسم الله، شكون الله اعلم. هذا هو الخير. اما الخير باش نبقى انا سميتو نبان بانني درت الخير، ومنين ندير الخير نبقى نسب عباد الله بان هذاك فلان وهذاك فلان، حتى حاجه ما تدوم، راه ما يدوم غير الصح. وناس ولاد التوريث الفري فين ما كانوا راه عندهم الدم سخون وما يرضاوش بالدل، وهذا الشيء اللي كاين. وراه ماشي الوحيد، ماشي كاين غير نبيل اللي كاين تما، راه كاين نبيل وكاينين سميات اخرين اللي تما واللي هنا في الخارج عندهم الدم سخون وما يرضاوش شي واحد يطيح من القمه ديال بلادهم ولا القمه ديال مدينتهم. تبارك الله عليكم وتحياتي للجميع، وان شاء الله ملي تكون شي حاجه راني معكم. ولا اي واحد اللي عنده شي مشكله يتصل بيا. المشاكل الشخصيه ما عندي حتى شي دخل فيها، المشاكل اللي كتمس المواطنين المدينه البلاد ديالنا راني معكم نموت معكم. تبارك الله عليكم. وتحيه الناس اللي وقفوا معايا نهار الاول، منهم اشرف السعيدي، منهم حسن رحيه، منهم رشيد بودراح، منهم خويا بلال، الناس المزايون اللي جايبهم الغيره على المدينه ديال التوريث. بزاف ديال الناس يعني، وسمح لي حتى الناس اللي ما وما نساوش خويا اللي راه تما اللي عنده قلبه حار، هذاك سميتو خالد الارتيست. هذاك هو هذاك توريثي قح فري تما وما كيتشرى ما كيتباع، ماشي بحال شي وحدين راه بدلوا القشابه هاد الايامات بلا ما نزيدوا السميات ديالهم، راه كلشي معروفين. تبارك الله على الناس ديال التوريث وولاد البلاد الحرار فري.